أما بالنسبة إلى رسول الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. في آية أخرى يقول ما كذب الفؤاد ما رأى. شو شلون؟ رأى يعني. أو في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني الاسم الأعظم نزل على قلب الرسول في ليلة واحدة، يدل على مقام الرسول العظيم، ثقل عظيم. ولهذا يقول إني تارك فيكم الثقلين، أهل البيت ثقل والرسول ثقل. الرسول تحمل هذا الثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في دعاء السمات يقول بأنه هناك ودعاء محترم وعظيم الشأن الذي يعتمد عليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. هناك نقول بنور وجهك الذي تجليت به للجبل، نور وجهك فجعلته دكا وخر موسى صعقا. هاي نور وجهك شو معناها؟ هاي بخلها ببالك، ببينها بعدين ضمن الحديث. هذه النقطة الأولى عن التجلي. فتعرف معنى التجلي. التجلي في الواقع هو الظهور. الظهور، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في رواية عندنا لقد تجلى الله في كتابه ولكن لا تبصرون. الكتاب تجلي الألوهية، الاسم الأعظم موجود في هذا الكتاب ولكن لا تبصرون. البحث الثاني الآن ندخل في تجليات الله في علي سلام الله عليه. يعني الله سبحانه وتعالى صفاته تجلت في أمير المؤمنين، في الإنسان الكامل. ما تقول إلهي أين جمالك يا جميل، أين قدرتك يا قادر. بتشوف قدرة الله وين نشوف؟ لازم في شيء يعني نشوف قدرة الله فيه. تجلي هذا معناه يعني الله خلق موجود وجعل فيه صفات. فالصفات الموجودة في علي، تجليات الإلهية التي ظهرت في علي نذكرها 10 نقاط، وكل نقطة في الواقع لها أهمية كبيرة. أحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن أشير إليها وأختم هذه النقاط 10، ولكن أريد من الأخوة التأمل والدقة والمتابعة بعد ذلك. هذه النقاط يتابعونها في الروايات وفي الأدعية حتى نستفيد أكثر. النقطة الأولى تجلي الاسم الأعظم. هذا مهم، أهم شيء. الاسم الأعظم تجلى في علي سلام الله عليه، ممسوس في ذات الله. تعبير غريب، علي ممسوس في ذات الله. مس شنو معناه؟ نوع من الارتباط الروحي. مس هذا معناه في ذات الله. لا أستطيع أن أفسر ولا أعرف كيف أفسر هذه الكلمة، ولكن يربط بأن علي مقام عالي جدا، يرتبط بالذات. هناك علي ممسوس في ذات الله. في هذا المجال أقرأ لك آيات قرآنية. أول آية التي فسرها الإمام الصادق سلام الله عليه، الآية المعروفة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه، كل شيء يعني تمام جميع الصفات، وكل الصفات الإلهية كلها اجتمعت في إمام مبين. هاي الآية شلون تفسرها؟ تفضل الآن. وكل شيء أحصيناه في سورة ياسين في إمام مبين. ما قال في كتاب مبين، في إمام مبين. عندنا آية أخرى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف، كتاب مبين وإمام مبين. حتى ذيك اللي يقول كتاب مبين يقول سبحانه وتعالى كفى بيني وبينكم في تلك الآية المباركة، وكفى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني حتى الكتاب المبين بمعنى يرجع إلى الإنسان الكامل اللي هو الإمام المبين، لأن الكتاب المبين يحتاج إلى عالم. خلينا في الكتاب، ثم ماذا؟ عن كل شيء موجود في الكتاب. من اللي بيفسر لي الكتاب؟
ولهذا بدون إمام مبين الكتاب المبين لا يتحدث، ما بيتحدث. مثل واحد يقول كل شيء خليته في هذا المكان، وين المفتاح؟ والله المفتاح ما ادري عن من، شنو فايده؟ شلون افتح انا الباب؟ فاذا سواء قلت كل شيء احصيناه في امام مبين، او قلت ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، كلاهما يرجع الى الانسان الكامل. وبحيث ان الايه تؤكد على الامام، والامامه تجلت في امير المؤمنين، الامامه تجلت في امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كل شيء بما فيه الاسم الاعظم، وفيه اسمك الاعظم واسماؤك الحسنى في دعاء القران نقرا لا، كل هذا يرجع الى الامام. ولهذا يقول بك يا الله، بمحمد، بعلي. ليش؟ لان هؤلاء لهم ارتباط بالاسم الاعظم. هذه روايه وتلك ايه. وقد ورد في الحديث نحن اسماء الله الحسنى وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. آيتك الكبرى، آية كبرى يعني آية صغرى عندنا وآية كبرى، أكبر آية. ما لله آية أكبر مني اللي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا بالنسبة إلى التجلي الأول. التجلي الثاني تجلي العلو